أصبحت شهرة البيض في ذروتها نظرا إلى معرفة الناس بفوائد هذا المنتج الدجاجي. وفي هذا الفيديو سوف نستعرض ما الذي سوف يحدث بجسدك عند تناولك لبيضتين بصورة يومية. رقم 1. دماغك تحت تأثير الكولين. ولمن لا يعرف الكولين ببساطة، إنه المادة المسؤولة عن تطوير الدماغ، وكلما كانت نسبة الكولين في الدماغ جيدة عزز ذلك الترابط بين خلايا الدماغ بصورة تساعد على بقاء الشخص مفكرا بصورة سليمة، ناهيك عن نقص تلك المادة في الجسم يوميا والدماغ خصوصا. في حالة أنك تناولت من بيضة إلى 2 يوميا سوف يكون هناك ما يكفي في دماغك من تلك المادة لحمايتك من فقدان الذاكرة. رقم 2. الرؤية واللوتين. آخر الأبحاث أكدت أن صفار البيض غني جدا باللوتين، واللوتين هي المادة التي تحافظ على العين من عملية الأكسدة وحمايتها من الضوء الأزرق. في حالة نقص هذه المادة في جسدك تأكد من أن الأمر لن يعجبك إطلاقا، حيث إن نقص هذه المادة يسبب أضرارا لا علاج لها. رقم 3. فيتامين دي يساعد على امتصاص الكالسيوم. إذا خير أحدنا بين ملعقة من زيت السمك أو بيضة كوجبة بالتأكيد سوف يختار الأولى، مع العلم أن نسبة فيتامين دي في كليهما واحدة، ولكن توصل العلماء لزيادة نسبة فيتامين دي في البيض من خلال تغذية الدجاج بأعلاف خاصة. أما بخصوص فيتامين دي فهو القائم بعملية امتصاص الكالسيوم المسؤول عن تقوية الأسنان والعظام. رقم 4. فيتامين بي المركب يحافظ على الجلد والشعر والكبد. B7 و B12 إنهما عاملان أساسيان للحفاظ على الجلد والشعر والمواد الفسفورية الموجودة في الكبد، وتساعد على التخلص من السموم الموجودة في الكبد. وللعلم في حالة نقص فيتامين بي في الجسم يؤدي ذلك إلى تساقط الشعر وحبوب الوجه والدوار. رقم 5. تقليل فرصة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. أظهرت الأبحاث الأخيرة أن البيض يحتوي على نسب متساوية من الدهون الفسفورية والكوليسترول، لذلك لا يشكل هذا ضررا على صحتنا، بالإضافة إلى أن البيض يحتوي على أحماض الأوميغا 3 والتي بدورها تقلل من الدهون الثلاثية في الجسم، وهذا يقلل كثيرا من نسبة الإصابة بأمراض الأوعية الدموية والقلب. رقم 6. خسارة الوزن. بعض العلماء أكد أن وجود البيض في وجبة الإفطار سوف يضاعف معدل فقدان الوزن، وأيضا سيقلل من كمية الطعام التي يمكن أن تستهلكها خلال اليوم. رقم 7. تقليل فرص الإصابة بمرض السرطان. كما ذكرنا أهمية الكولين للدماغ، فهو مهم أيضا للوقاية من مرض السرطان، وخصوصا للنساء. ففي حالة تناول المرأة للبيض بصورة يومية يقلل ذلك من احتمالية إصابتها بسرطان الثدي بنسبة 18%. رقم 8. البيض والإنجاب. ربما هذه الفقرة تأكيد على أهمية فيتامين بي المركب، حيث يكون له الضرورة القصوى في حالات الحمل والإنجاب، حيث يعد هذا المركب هو المكون الأساسي للأعصاب والدم الخاصين بالجنين. رقم 9. تأثير البيض على الشيخوخة. وهذه نتيجة لأبحاث علماء ألمان تؤكد بأن 87% من النساء من عمر 35 إلى 40 اختفت من وجوههم علامات كبر السن، وعاد الجلد لرونقه مرة أخرى. وبالنسبة للرجال فإن الهالات حول العين قد اختفت تماما. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.